هنكمل يا شباب الجزء الثاني من درس مصر ما بين المماليك والعثمانيين. قالك تميزت الحكم الدولة العثمانية كانت او مصر كانت تبع الدولة العثمانية لمدة 400 سنة. يعني ايه 400 سنة؟ يعني 4 قرون. تخولت فيها مصر او الحياة في مصر اصبحت جامدة وراقدة. طيب ليه؟ قالك على اساس ان مصر اصبحت بعيدة عن التيارات الحضارية اللي ابتدت تظهر في اوروبا. كل الحاجات الحديثة والتكنولوجية والحضارة ابتدت تبقى بعيدة عنها، وابتدت بقت منغلقة عن نفسها أثناء الحكم العثماني. ده عكس طبعا الحياة اللي كانت عايشاها أثناء الحكم دولة المماليك. طيب قالك ان الدولة العثمانية لما جت وحكمت مصر لمدة 400 سنة ابتدت يبقى في حاجات تغيرات في كل المجالات. طيب ايه هم المجالات اللي انا هتكلم عليها؟ هتكلم على 4 حاجات. طب ايه هم ال4 حاجات؟ هتكلم على الحياة السياسية، يعني الحكم في مصر اثناء الدولة العثمانية كان عامل ازاي. هتكلم على الحياة الاقتصادية، يعني الزراعة والصناعة والتجارة في مصر كانت عاملة ازاي اثناء الحكم العثماني. هتكلم على الحياة الاجتماعية عن الطبقات في مصر أثناء الحكم العثماني عامل إزاي. وهتكلم على ثالث حاجة الحكم الحياة الثقافية والفكرية في مصر أثناء الحكم العثماني. تمام كده؟ طيب أول حاجة الحياة السياسية. مصر أثناء الحكم العثماني كانت فيها نظام الحكم السياسي في مصر عبارة عن 4 حاجات. طب ايه هما ال4؟ اول حاجة كان في حاجة اسمها الوالي او الباشا، بعد كده عندنا الديوان اللي هو ديوان القاهرة، وعندنا الحامية العثمانية، واخر حاجة عندنا ادارة الاقاليم. طيب لما اي حد من بعيد كده يقول ال4 ايه ده يا ميس، ده هما كده نظام قوي. لا، هو النظام كان ضعيف جدا. طب ليه ضعيف؟ هنلاقي اول حاجة ان الوالي او الباشا ده كان فترة حكمه من سنة ل3 سنين، ولو خلاص قعد من سنة ل3 سنين خلاص مش ليه حق اللي هو يبقى عنده حكم تاني او يجي ولاية تانية. فعلشان كده الوالي لما بيجي يبقى هو والي او ياخد الفترة بتاعته من سنة ل3 سنين، يبقى اهم حاجة مصلحته، بيدور على المصالح الشخصية بس علشان مش هيبقى حوالي تاني. طيب تاني حاجة عندنا الديوان والحامية العثمانية. الاتنين دول كانوا اقوياء جدا جدا لدرجة اللي ممكن يعزلوا الوالي. فعلشان كده كانوا هم من كتر قوتهم كانوا يعني ممكن يعملوا اي حاجة. طيب تالت حاجة عندنا إدارة الأقاليم. إدارة الأقاليم دول كان مين اللي كان قبل العثمانيين؟ المماليك. علشان كده العثمانيين عارفين ان المماليك عندهم يقدروا عندهم خبرة لحكم مصر من زمان قوي، وعلشان كده خلاهم خلى العثمانيين خلوا المماليك يبقوا هم اللي ماسكين إدارة الأقاليم. إدارة الأقاليم عامل زي دلوقتي زي المحافظ. تمام كده؟ طيب قالك إدارة الأقاليم دول كانوا ماسكينها المماليك، والعثمانيين من فترة احنا لسه قايلينها ان العثمانيين خلوا او طردوا المماليك، بس هم طردوهم من الحكم من حكم مصر، ولكن المماليك لسه موجودين في مصر. علشان كده المماليك اول ما الدولة العثمانية هتبتدي تضعف هيبتدي حركات استقلالية زي واحد اسمه علي بيك الكبير، وده واحد مماليك، وده من بكوات المماليك. هيعمل حركة الاستقلال عن الدولة العثمانية، وهيطلع كده وهيقول انا مستقل عن الدولة العثمانية واللي انا هبقى حاكم مصر. طيب هيعمل الحركة بتاعته وهيعمل فيها ايه؟ قالك هيعمل 3 حاجات. اول حاجة ان هو هيخضع الحجاز لحكمه. الحجاز بقت تحت حكم مين؟ علي بك الكبير. وهيروح يتحالف مع واحد اسمه ظاهر العمر، وده حاكم جنوب الشام، وهيبعت النائب بتاعه اللي هو اسمه محمد بك ابو الدهب للشام علشان ياخد او يدخل دمشق. وفعلا هو دخل دمشق، ولكن محمد بك ابو الدهب لما راح الشام راح اتحالف مع السلطان العثماني واتقلب ضد علي بك الكبير، فالحركة فشلت ورجعت مصر تحت ولاية الدولة العثمانية مرة تانية، وأصبح حاكم مصر اللي هو محمد بك أبو الدهب أو شيخ البلد. تمام كده؟ كده الحياة السياسية خلصت.